صايم هاي 3 أشياء لا يسويها. الحجامة، لا يروح يحتجم يطلع دم من جسمه، وعلل ذلك بأنه الإنسان من يحتجم قد يضعف، قاعد يأخذون منه دم يضعف وهو صايم، ربما يتضرر، ربما يقول والله أنا شو أسوي، مجبور أروح أكل أشرب، احتجمت. لا تحتجم وأنت صايم، لا تحتجم، مكروه. والحمام، الحمام شنو؟ الحمام الغسل، مو أجلكم الله المرحاض، الحمام اللي يغسلون به الرأس والبدن. زين، الحمام شنو مشكلته؟ اليوم احنا الحمد لله عايشين بنعمة عظيمة، مو الحمام، حتى المرحاض اللي اليوم موجود، هارون ما كان عنده، ولا المأمون ولا غيرهم، كان عنده حمام ببورسلان بكذا، الحمامات المراحيض اللطيفة هذه وين يحصلوها؟ بالطيف مو شايفيها، متروسة حشرات كانت وحالتها حالة. المهم، الحمام اللي بالرواية يتكلم عنه هذا الحمام اللي يغسلون به، حتى هذا اليوم مو فقط بالبيوت موجود كل بيت، لا بالحجرة وبحجرته يدخل للحمام، الحمام اللي يغسل به، يغسل راسه ودش وإلى آخره. لكن سابقا هالحكي ما كان، سابقا مو بعيدة إلى قبل 70 80 سنة 60 سنة، الحكي ما كان. حمامات عمومية، وهذه الحمامات العمومية أنا داخلها وإلى الآن بعضها موجود، ويمكن بعضكم رايحين لها. هذا الحمام العمومي حار، بخار، أصلا واحد يخاف السقف ينهار من كثرة البخار وقدمه، بعضها قديم، سمعتها مسدوها ببعض البلدان، الحكومة أغلقتها لأن بعضها انهار من طول الزمن ومن كثرة الحر والبخار. اللي يدخل للحمام تكاد تزهق روحه من الحر، صايم ويقوم يطب هناك، يتخربط، أصلا يمكن يطيح يغمى عليه، فلا يروح للحمام وهو صايم. الشيء الثالث محل شاهدنا، والمرأة الحسناء، يريد يغتسل بالبيت، يجيب ماء بارد يصب على روحه حتى لا يصير به شيء. زين، نعم، حمام مو حرام، مكروه، هذه مكروه، صايم لا يسوي. الغسل جمعة